الحمد لله الذي ألف بين المؤمنين وجعل اجتماع كلمتهم واتحاد جمعهم من صميم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. بداية أحييكم جميعا بتحية سلام الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرى من اللازم أن أوجه شكري وتقديري إلى القائمين بهذا المؤتمر النبيل، حيث أتاحوا لي فرصة المشاركة، وإلى سائر المشاركين من المشايخ والعلماء والنخب، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والنجاح. أيها السادات الكرام، إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات ثلاث محاور، وذكر قبلها مؤامرات اليهود والنصارى لإذلال المسلمين وإغوائهم، ثم ذكر هذه المحاور التي هي نقاط قوة للمسلمين، فإذا طبقوها في حياتهم يحفظون بها أنفسهم من مؤامرات الأعداء ويتبدلون إلى قوة لا تقهر. المحور الأول: أن يتقوا الله حق تقاته، وللتقوى درجات، وحق التقاة أن تكون التقوى في حياة الإنسان كاملة. والمحور الثاني هو اعتصام بالله جميعا وعدم التفرق. والمحور الثالث وما أشار إليه بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما لن تتحقق هذه المحاور الثلاثة، وهي حق التقوى والاعتصام بحبل الله والدعوة إلى الله، لم تتحقق وحدة حقيقية بين المسلمين، بل تبقى وحدة شكلية أو سياسية. والوحدة الشكلية والسياسية ليست وحدة دائمة ولا قيمة لها. إذا قمنا بدراسة علل مأساة المسلمين في فلسطين نصل إلى هذه الآية، حيث يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإن هذه الآية وإن وردت بشأن بني إسرائيل، ولكن لما أنها ذكرت في القرآن تشتمل على المسلمين أيضا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تدل هذا إلى آخر الآية. تدل هذه الآية على أن المؤمنين السابقين وهم بنو إسرائيل كلما عصوا وأفسدوا تعرضوا هم وبيت المقدس للظلم والعدوان. وكان هناك سنة إلهية أن الجبابرة لا يسيطرون على الكعبة، ولكن كلما غفل المسلمون وابتعدوا عن دين الله تعالى يسيطرون عليهم الجبابرة في بيت المقدس. وتعلمون أن القدس تعرضوا للعدوان والاحتلال مرتين في زمن بني إسرائيل مما نطق به القرآن، وحدث مثل ذلك مع المسلمين، حيث احتل الصليبيون القدس أولا ثم حرره صلاح الدين الأيوبي. ثم لما انتشر الفساد والمعصية بين المسلمين في عصرنا تم احتلال القدس والأقصى مرة أخرى. وقوله تعالى: وليتبروا ما علوا تتبيره والقصف وتدمير منازل المسلمين. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وعد الله بأن العباد
إذا عادوا بالفساد يعود الله بالعقاب ويرحمهم إذا تابوا. إن بني إسرائيل حينما تابوا عادوا إلى القدس، فكذلك إذا تاب المسلمون وتمسكوا بمحاور التقوى والاعتصام بحبل الله والدعوة إلى الله سيكون بإمكانهم تحرير القدس. وإن نصر الله مع المسلمين الذين يطيعون أوامر الله، ولينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصر. أما الذين يرتكبون المعاصي ويتركون الفرائض والواجبات ويزيعون حقوق الله وحقوق عباده ويأتون بالمنكرات فلا يستطيعون تحرير القدس والأقصى. إن رسالة القرآن ونداء بيت المقدس أن يتوب المسلمون، خاصة الشعب الفلسطيني المجاهد، ويرجع إلى الله ويعمل بأحكام الإسلام، وخاصة في مجال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. على العلماء والنخب أن يوجهوا دعوة عامة للمسلمين للعودة إلى الدين، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في أحد حين انهزموا بقوله إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. ينبغي أن يوجه العلماء الدعوة نفسها للمسلمين ويدعوهم إلى الدين. فعلينا أن نقوم بهذا الأمر الهام. على العلماء أن يوقظوا الأمة وينشروا الوعي الإسلامي ويحيي هذه المحاور المهمة في حياتهم التي هي في الحقيقة أصول للنجاة والبقاء. فحينئذ سوف ينصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وتكون لديهم الغيرة الإيمانية لتحرير القدس والأقصى بإذن الله تعالى. وأرجو أن يصل هذا الجهد المبارك إلى هذا المنشور. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويعيد إليهم مجدهم وعزهم. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.